صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده شخصي شويه، وهتلاقوا كده في موسيقى دلوقتي شغاله في الخلفيه عشان بس تخليكم يعني ايه تتأثروا وتعيشوا معايا اللحظه. في فيديو النهارده هحكي حكايه كده، وهبقى اعمل بقى فيديو تاني منفصل اشرح فيه بقى الخطوات اللي انا عملتها، يعني لو حد هنا حب ان هو ان شاء الله يعني يشتري بيت، سواء بقى شقه مثلا صغيره او استوديو او حاجه هنا بيسموها التاون هاوس، او بيت بقى يعني بيت كامل كده هاوس زي ما انا عملت. اهلا بيكم، انا اسمي ادم، مصري وهاجرت هنا استراليا من 7 سنين. عشت سنتين في سيدني ونقلت ميلبورن هنا في 2020، يعني حوالي من 5 سنين. ومن ساعه ما وصلت هنا ميلبورن كنت باجر. عشت في السيتي اول فتره اللي هو الحظر اللوك داون بتاعت الكورونا من 2020 لحد 22، وبعد كده نقلت رحت حته كده جنب السيتي بشويه اسمها ساوث ميلبورن، عشت فيها برضو فتره. وبعد كده لما عرفت ان انا والدتي هتيجي زيارات يعني ليا ما بين هنا وبين مصر، حبيت ان انا انقل حته كده في النورث يبقى حي عربي. والحي اللي انا اخترته كان حي كوبرج في نورث ميلبورن، يعني فوق كده شويه من ميلبورن، حوالي نص ساعه من السيتي. ودي المنطقه او الحي اللي انا عايش ومقيم فيه دلوقتي، ومأجر شقه هنا عايش فيها بقالي تقريبا داخل في سنتين. فضلت ان انا انقل هنا حي عربي لما والدتي يعني جت زارتني، بحيث ان هي تبقى حاسه ان هي يعني ما فيش مش غريبه او كده. لان انا لما كنت عايش في السيتي ما فيهاش مثلا ناس محجبات كتير، ما فيهاش الاكل مثلا الحلال بتاعنا، ما فيهاش الماركت اللي انت ممكن تخش منه تجيب مثلا التوابل بتاعتنا، الفول المصري، الحاجات دي كلها. فلما نقلت هنا في اماكن جنبي في كوبرج فيها يفض بالعربي، في اكل هنا محلات اكل مثلا حلال، في جزاره جنبنا ممكن نجيب منها. فدي كل الحاجات اللي خلتني فكرت او ان انا يعني قررت ان انا انقل المنطقه اللي انا عايش فيها دلوقتي دي، بحيث هي لما تيجي تعيش معايا يعني، وفي اي زياره مثلا لو هي هتيجي تقعد معايا فتره، تبقى حاسه ان هي المنطقه دي شبهنا يعني، وفي ناس بيتكلموا اللغه بتاعتنا، جزاره حلال، يعني حي عربي كده، بحيث ان هي لما تيجي ما تحسش ان هي غريبه. وكمان في اي وقت مثلا خرجت لوحدها تعرف ان هي تتعامل. انا بقالي هنا عايش في كوبرج حوالي من سنتين لثلاث سنين، واكتر سبب خلاني ان انا افكر بقى ان انا اشتري بيت كان الايجار زاد جامد عن لما انا كنت لسه ناقل هنا من 3 سنين. الايجار زاد حوالي $400 في الشهر عليا من وقت ما انا كنت ناقل، خلال من سنتين لثلاث سنين، وده بالنسبه لي يعتبر رقم كبير. $400 فلوس انا بدفعها في الشهر زياده مقابل تقريبا نفس الخدمات. وفكرت بقى ان لا خلاص كده كفايه، الاحسن ليا دلوقتي ان انا اجيب حاجه تبقى ملكي وبتاعتي، وكمان استثمار ليا في المستقبل لو حبيت ان انا بعد كذا سنه ابيعها. هنا في استراليا في كذا نوع من انواع العقارات، سواء نويت ان انت تأجر او تشتري. عندك الشقق زي اللي انا عايش فيها دلوقتي دي، او حاجه هنا اسمها تاون هاوس، حاجه زي البيت كده بيكون دورين وعامل زي البلوك كده، كانها كتل اسمنت فوق بعض، بس طبعا ارخص من البيوت لان المساحه بتاعته بتكون صغيره لانها متوزعه على دورين. غالبا بتكون الريسبشن والجراج في الدور الارضي، واوض النوم فوق الدور الثاني، وفي سلم داخلي بيربط ما بين الاثنين. او ممكن تشتري بيت هاوس ليفل واحد كده مش دورين، او ممكن تشتري فيلا كمان لو انت ربنا مديك يعني. انا ما كنتش عاوز ابعد عن الحي اللي انا عايش فيه دلوقتي كوبرج، لان خلاص انا خدت على كل حاجه هنا، عرفت اركب المواصلات منين، محطه الترين فين، الجزاره، كولز، الشوبينج، كل حاجه خلاص انا سيستمنا حياتنا هنا. ولكن اسعار البيوت في الحي اللي انا عايش فيه دلوقتي ده غاليه جدا، فوق اصلا الميزانيه والقرض اللي انا اصلا خدت موافقه من البنك عليه. فكان الحل اما ان انا اجيب زي شقه كده او تاون هاوس في الحي اللي انا عايش فيه دلوقتي ده اللي هو كوبر، او ان انا ابعد بقى شويه صغيره واجيب بيت كده ليفل واحد بكمان مساحه كويسه. ما كنتش حابب الصراحه ان انا اجيب حاجه فيها سلم داخلي وافضل اطلع وانزل كده بين الادوار، ما كنتش حابب حوار السلم ده. حطيت مواصفات البيت، ايه الحاجات الاساسيه ان انا لازم عاوزها، مش هينفع ان انا اتخلى عن حاجه منها، وايه الحاجات التانية الاوبشنال اللي هو لو انا ما لقيتهاش في البيت عادي مش مشكله، مش هتبوظ الموضوع يعني. مبدئيا انا كنت بدور على بيت يكون مساحته ما بين 250 ل 300 متر مربع، كمان يكون بيت مش تاون هاوس يعني ليفل واحد كده، مفيش بقى سلالم جوه ولا اي حاجه. تالت حاجه ما يكونش بيت قديم، يكون جديد لسه مبني محدش عاش فيه قبل كده، او يكون عمره ما بين من 3 ل 4 سنين بالكتير. كمان يكون اقل حاجه اوضتين نوم، وواحده منهم تكون ماستر ليها الحمام بتاعها الخاص. كمان ما يكونش فيه سلم علشان لو امي جت تزورني ما تقعدش كل شويه تطلع وتنزل، ويكون في حمام تاني بره للضيوف. كمان يكون في جنينه باك يارد، وطبعا يكون في باركينج جراج. كمان كنت عايز الحمام والمطبخ يكونوا جداد، ما يكونوش محتاجين صيانه او حاجه فيهم بايظه، بحيث ما احتاجش ان انا اصرف فلوس كتيره علشان اعمل لها صيانه بمجرد ما اشتري البيت. كمان كنت عايز بيت يكون جنب كولز او وولورث، الشوبينج سنترز اللي موجوده هنا في استراليا، بحيث ان انا لو عايز اشتري حاجه الحاجات دي تبقى جنبي مسافه تمشيه بس مش اكتر. ويكون جنب ترين ستيشن، محطه قطر، بس مش لازق فيها علشان الصوت والدوشه، او على الاقل جنب اي محطه اتوبيس او ترام اقدر منها اوصل للترين ستيشن محطه القطر، واركب بقى القطر واروح المكان اللي انا عايزه. كمان يكون مش
على شارع رئيسي او جنب هاي واي طريق سريع علشان صوت ودوشه العربيات. واخيرا يكون مملوك لشخص مش لشركه او حاجه هنا بيسموها ستراتا بيلدينج، ودي هبقى اتكلم عنها في الفيديو اللي جاي. دول هم ال 14 حاجه اللي انا كنت بدور عليهم في البيت اللي انا عاوز اشتري. وبدات رحله اني ادور على بيت بعد طبعا ما كنت قدمت على كارد من البنك وجات لي الموافقه. البنك قال لي احنا عملنا اسسمنت للدخل بتاعك والاملاك اللي عندك يعني وكل حاجه، وشفنا الكريدت سكور بتاعك ان انت معلكش اي حاجه قديمه يعني، وقررنا بيزد على كل ده ان احنا هنديك الرقم. وانا قررت بناء على كده ايه المبلغ او الميزانيه اللي انا يعني هحطها، بحيث ان انا مش عايز ازود عنها وانا بشتري البيت ده. انا عايز اجيب بيت في حدود ميزانيه معينه، ومش عاوز تحت اي حال من الاحوال ان انا اطلع بره الميزانيه دي. وكان فاضل بس اني اختار الحي اللي انا عاوزه، وابدا بقى ادور واروح اعمل انسبكشن واشوف البيوت دي بقى على الطبيعه. اول معضله بالنسبه لي كانت اختيار الحي. وبما ان انا عاوز افضل حوالين كوبر الحي اللي انا عايش فيه دلوقتي، دورت على بيت بالمواصفات دي في الاحياء اللي جنبي، برانزويك وباسكوفيل وبريستون وفوكنر وايبنج وجلين روي. ولكن للاسف كل الحاجات اللي انا لقيتها بالميزانيه بتاعتي في الاحياء اللي حواليا دي كانت يا اما شقق او تاون هاوس. واكبر مساحه لقيتها في حي من الاحياء اللي هو جلين روي دوت بالميزانيه اللي انا كنت حاططها كانت تحت ال 200 متر مربع. فكرت اني اطلع فوق تاني اكتر بحيث بالميزانيه بتاعتي اقدر ان انا بقى اجيب بيت مش تاون هاوس. وكان احسن منطقه فيها خدمات وترين ستيشن محطه قطر خاصه بيها هي منطقه وحي كراجيبيرن، ودي منطقه في الشمال حوالي 20 دقيقه من كوبر المنطقه اللي انا عايش فيها. وبدات اعمل انسبكشنز واروح اتفرج على بيوت في المنطقه دي، حتى الحاجات اللي ما كنتش مقتنع بيها قوي في الصور رحت وشفتها. وكل ما فعلا كنت بروح انسبكشنز اكتر كنت بفهم واعرف حاجات اكتر عن البيوت والاسعار، ايه الحاجات اللي لازم تسال عليها وتعرفها، تاريخ البيت، كل حاجه. فضلت كل ويك اند يوم السبت اعمل انسبكشن من الساعه تقريبا 9:30 لحد الساعه 3:30 او 4 العصر، بس للاسف مفيش حاجه عجبتني وكان فيها الحاجات اللي انا بدور عليها. الموضوع اخد وقت لحد ما لقيت اول بيت كان تقريبا فيه كل حاجه، مساحه، اوضه ماستر، بقاله 4 سنين بس، كل حاجه شكلها لحد ما جديد، وكان فيه زي ركنه كده عجبتني قوي قلت هعملها مكتب، وفي باك يارد، وكمان في الميزانيه اللي انا كنت حاططها. ولكن للاسف كان في حد اوريدي قدم عرض على البيت ده، والايجنت قال لنا ان خلاص الاونر صاحب البيت مش عايز يعني حد يقدم اي عروض تانية، في حد اصلا مقدم عرض وهو تقريبا موافق عليه، فهو حاليا البيت بيسموه هنا كده اندر اوفر، يعني اوريدي في حد مقدم اصلا عرض وخلاص الموضوع في بس ايه مجرد مساله وقت، يعني ان البنك يدي الراجل ده فلوسه، يعني الموضوع كله مساله وقت والبيت ده خلاص هيتباع. بس الايجنت قال لنا خلاص يعني تحسبا لاي حاجه تحصل في المستقبل هاتوا كده كده ارقامكم، ولو حصل اي حاجه في المستقبل والبيت ده نزل الماركت تاني هنكلمكم بحيث ساعتها تقدموا انتوا اوفر، تقدموا عرض ونشوف ساعتها يعني هنختار مين. رجعت تاني ادور بس 3-4 اسابيع ما لقيتش حاجه تلفت نظري تاني، يعني مفيش حاجه شكلها حلو نزلت الماركت ان هي تتباع يعني في الحي بتاع كراجيبيرن. فكرت ساعتها طب اعمل ايه، انا عايز خلاص اشتري بيت وعمال ادفع ايجار هنا شهر بعد شهر، انا ماشي هنا حاليا شهر بشهر يعني فممكن امشي في اي وقت، بس ستيل عمال ادفع ايجار في حاجه مش بتاعتي. ففكرت اعمل ايه، طب ما تيجي نوسع دايره ان احنا يعني نوسع الدايره اللي احنا بندور فيها دي، بدل ما انا مثلا بدور في كراجيبيرن اللي هو اول حي مثلا فوقي بشويه، طب ما اشوف الاحياء اللي بعده شويه فوق اكتر بحيث ان انا مثلا اوسع الدايره اللي انا بدور فيها. طب ايه اكبر احياء جنب كراجيبيرن دي فيها محطه قطر خاصه بيها؟ لقيت حيين دوني بروك وميكلم. دوني بروك فيها محطه قطر بتاعتها، ومنطقه ميكلم 7 ل 8 دقائق من دوني بروك سواقه. هي ما فيهاش محطه قطر خاصه بيها ولكن فيها محطه اتوبيس ممكن اركب منها لدوني بروك واركب بعد كده القطر مثلا من دوني بروك واشوف انا عاوز اروح فين. قلت خلاص انا كده معايا منطقتين هبدا ادور فيهم هما الاثنين، بجانب ان انا بدور في المنطقه الاساسيه اللي هي كراجيبيرن. فبقى معايا كراجيبيرن بدور فيها، دي بقت اول حاجه، وبعدها منطقه دوني بروك عشان هي برضو فيها محطه قطر خاصه بيها، وبعد كده منطقه ميكلم جنبهم. وقلت مش مشكله في محطه اتوبيس في منطقه ميكلم دي، فانا ممكن اركب الاتوبيس دوت، او ان انا اسوق الظروف هسوق مثلا من ميكلم لدوني بروك واركن العربيه وبعد كده باخد القطر واشوف انا عايز اروح فين. وبقت الاولويه عندي كراجيبيرن هي اول حاجه لانها اقرب من السيتي وكمان فيها محطه قطر خاصه بيها، بعدها منطقه دوني بروك لان هي ابعد شويه بس كمان فيها محطه قطر خاصه بيها، وبعدهم بقى في الاخر حاجه خالص ميكلم. التدوير في الثلاث احياء دي فعلا كان متعب، كل يوم سبت من 9 الصبح لحد الساعه 3 او 4 العصر انا في الشارع عمال ادور، وساعات ممكن يبقى عندي مثلا انسبكشن في حي الساعه 9:30 وبعد كده اخرج منه اروح حي تاني الساعه مثلا 11
وبعد كده ارجع الحي الاولاني ده تاني مثلا الساعه 1 وافضل بقى اتحرك ما بين الثلاث احياء. ده غير ان ممكن يكون في كذا بيت الانسبكشن بتاعهم اصلا في نفس اليوم، فانا لازم بقى اقعد اشوف طب مين فيهم اللي عاجبني اكتر، طب مين فيهم مثلا ممكن يبقى فيه انسبكشن بعد كده مثلا في وسط الاسبوع بعد الشغل، واخلص شغلي واجري مثلا اسوق بالعربيه عشان اروح الحق الانسبكشن اللي في وسط الاسبوع. الموضوع فعلا متعب وبياخد وقت وطاقة ومجهود كبير. رحت بيوت كتير في الثلاث أحياء، وفي بيت عجبني قوي في كراجيبيرن بس معرفتش أقدم عرض ليه لانه كان معروض انه هيتباع في مزاد يوم 15 فبراير، فكان لازم ان انا استنى، بس كملت اني ادور يمكن الاقي حاجه تانية. وفي يوم وانا بدور لقيت بيت كده نزل في الماركت في منطقه ميكلم اللي هي اخر حاجه اصلا انا بدور فيها واخر منطقه انا كنت عاوزها، ومطلوب فيه مبلغ اكبر كمان من الميزانيه اللي انا كنت حاططها. فاللي هو لا يا عم فاكس خالص، ولكن الصور خلتني قلت لا انا لازم اروح اتفرج على البيت ده. انا شفت من 20 ل 30 بيت، مش كتير في رحله تدويري ان انا يعني اشتري بيت، ولكن بمجرد ما انا دخلت البيت ده لا انا ما شفتش بيوت قبل كده. كل حاجه في البيت ده عجبتني، انوار في كل حته كاني داخل شقه في الهيلتون، كل حاجه متخدم عليها، والعفش اللي هما كانوا حاطينه بيفرق فعلا جامد وانت بتتفرج. وكمان البيت جديد ولسه مبني محدش عاش فيه قبل كده. مشكلته كانت بس في سعره، انه مطلوب فيه مبلغ اعلى بحبه حلوين من الميزانيه اللي انا كنت حاططها. وكمان مفيش ترين ستيشن في ميكلم، فهحتاج اخد الاتوبيس 15 دقيقه لمحطه دوني بروك بتاعه الترين، واركب من هناك بقى القطر لو عاوز اروح اي حته بالمواصلات. البيت ده برضك كان هيتعرض في مزاد يوم 22 فبراير بعد اسبوعين من لما انا كنت شوف. فكده بقى عندي مزادين لبيتين، واحد في كراجيبيرن يوم 15 فبراير اللي فات، وبيت تاني اللي هو في منطقه ميكلم في يوم 22 فبراير بعده باسبوع. يوم 15 فبراير رحت اول مزاد علني ليا هنا في استراليا. 646 and a half. That's your last one? Yes. 647. Twice and selling. Third final call and selling at $647,000. Any more? Sold then to you at $647,000. ولكن للاسف ما اخدتش البيت. انا كنت عامل الريسيرش بتاعي يعني، وعارف البيت ده اخره المفروض يخلص على كام، ولكن في المزاد الرقم زاد قوي، وحسيت ان البيت لا ما يستاهلش المبلغ اللي اتباع بيه ده خالص، خصوصا وانه اتبنى سنه 2016، يعني يعتبر شويه قديم من 8 ل 9 سنين كده. ما بقاش قدامي غير ان استنى المزاد بتاع البيت الثاني يوم 22 فبراير في مكة. بس موضوع ان هو فوق ميزانيتي وكمان في اخر منطقه انا مفضلها خلاني مش متاكد قوي، بس الصراحه البيت كان عاجبني، فقلت خلاص خليني اكمل تدوير، ويمكن قبل المزاد ده حاجه تنزل في الماركت وتكون في منطقه كراجيبيرن او دوني بروك، المنطقتين اللي انا كنت عايزهم اصلا لان فيهم محطات قطر خاصه بيهم، وكمان تكون في الميزانيه اللي انا عايزها يعني، فاخد الحاجه ديت وما احتاجش اصلا انا اروح للمزاد ده. وفعلا في نفس الاسبوع البيت اللي كان عاجبني في كراجيبيرن اللي انا كنت عايز اقدم عليه عرض، والايجنت قال لي ان في اصلا حد اوريدي عامل عرض والاونر مش عايز يسمع يعني عروض تانية، البيت ده اتفاجئت ان هو نزل في الماركت تاني. لما كلمت الايجنت اساله البيت ده فعلا نزل، ممكن انا اقدم عرض او ممكن نيجي نشوفه يعني تاني ونخلص فيه، قال لي هو نزل في الماركت، والراجل يعني او الشخص اللي عمل الاوفر دوت يعني البنك رفض الكارد بتاعه، والاونر عشان بقاله فتره مستني والراجل يعني حاسس ان هو عايز ينجز، فقال خلاص لا انا مش هعمل اي اوفرز تانية، انا هعمل البيت ده او هعرض البيت دوت في المزاد. طب امتى يا عم الايجنت المزاد دوت لو انا حبيت ادخله يعني؟ قال لي المزاد ده هيكون يوم 15 مارس. ساعتها احنا لسه كنا في 15 فبراير نص فبراير، فمعنى كده ان المزاد ده هيحتاج يتستناه او انا هحتاج استنى شهر كامل علشان اصلا ادخل. وفي نفس الاسبوع بيت تاني نزل في منطقه دوني بروك 10 دقائق بس مشي من محطه القطر، بس مشكله البيت ده انه برضه كان نازل في مزاد يوم 22 فبراير، نفس يوم ونفس وقت بتاع المزاد بتاع البيت اللي كان عاجبني في ميكلم. ما كنتش الصراحه عارف اختار لان ده مزاد لازم اكون موجود فيه، هل هروح المزاد بتاع البيت بتاع دوني بروك ده ولا المزاد بتاع ميكلم في يوم 22، ولا ما اروحش للاثنين واستنى البيت بتاع كراجيبيرن اللي كان عاجبني في الاول خالص ده لما ينزل المزاد او لما يحصل المزاد بتاعه يوم 15 مارس. بس ده معناه ان انا لسه هستنى شهر كامل، ويا عالم هعرف اخد البيت ده اصلا ولا لا في المزاد. جه يوم 22 فبراير رحت اشوف البيت اللي في دوني بروك لاني ما كنتش لسه شفته، كان حلو 4 اوض نوم وباك يارد واسع، ولحد ساعتها ما كنتش لسه قررت انا هدخل اي مزاد. بسال الايجنت بقول له هو مش المفروض في مزاد يعني، فين الناس وكده يعني؟ قال لي لا احنا لغينا المزاد للبيت ده، الاونر صاحب البيت طالب كذا،
اللي هيدفع المبلغ ده خلاص البيت هيكون من نصيبه. انا سمعت الجمله دي خدت عربيتي وطرت على المزاد بتاع بيكلا، قلت هو ربنا خلاص رايد ان احضر المزاد، لان البيت بتاع دوني بروك ده خلاص المزاد بتاعه اللي كان في نفس الوقت ده اتلغى، وهم خلاص عايزين مبلغ معين، فانا خلاص لو انا عايز ادفع المبلغ ده البيت هيبقى من نصيبي. بس البيت التاني بتاع ميكلم ده في مزاد، فالموضوع هيتباع في ساعتها، فده انا لا، انا عايز اروح احضر، حتى لو مش هاخد البيت عايز اروح كده اشوف هيتباع على كام، مين هياخده. كان عندي الفضول ده اشوف هيخلص على كام، حتى لو مش هاخده مثلا بس على الاقل اشارك فيه لحد الميزانيه اللي انا كنت حاططها، يمكن يجي من نصيبي. ما كنتش عارف اللي هيحصل بس كنت حابب ان انا اروح واشارك في المزاد ده حتى لو انا مش هاخد البيت. قلت انا هروح وهدخل المزاد واحاول ازود لحد الميزانيه اللي انا كنت حاططها، جه من نصيبي يبقى ربنا اراد، حد تاني يزود عليا يبقى خلاص كده ربنا مش رايد لي والبيت ده من نصيبه. وكده كده عندي البيت بتاع كراجي بيرن ده كاوبشن اخير، بعد شهر او يعني يوم 15 مارس هروح هناك بقى خلاص، يا قاتل يا مقتول، على البيت بتاع كراجي بيرن ده واشوف هيبقى من نصيبي هو كمان ولا لا. رحت وبدانا المزاد، توتر ابن لذيذ. انا من بره هادي ولكن من جوه انا حاسس وسامع ضربات قلب مع كل بيد او اوفر او عرض انا بقدمه يعني في المزاد. مبسوط قوي ان انا خلاص يعني بقرب وخلاص هاخد البيت وبعلي على اللي قدامي، وفي نفس الوقت قلقان جدا لان انا عارف ان انا خلاص كده بدات اعلي على الميزانيه اللي انا حاططها، بس في نفس الوقت مش قادر اوقف لان البيت عاجبني. انا معايا موافقه من البنك لحد مثلا رقم معين كماكسيمم، ما ينفعش اعلي عليه، بس انا كنت عايز نازل حبه حلوين عن الرقم ده، بحيث لما اجي ادفع للبنك بعد كده المورجج اللي هي الفلوس اللي بتدفع كل شهر بقى بالانترست بكل حاجه زي القسط يعني بتاع الكارد، ما ادفعش مثلا مبلغ كبير من مرتبي. ولكن انا عمال اعلي، ما وصلتش لسه للرقم الماكسيمم بتاع البنك، بس انا بعلي، فمعنى كده ان انا عارف ان انا ال 30 سنه اللي جايين هدفع مبلغ محترم او هدفع جزء محترم من مرتبي اكتر من اللي انا كنت عايز ادفعه. المزاد صفصف عليا انا وكابل تاني، قدمت انا اخر عرض، كنت صاحب اخر حاجه يعني، ولكن لما الايجنت اخد العرض دوت واداه للاونر يعني ان في حد عرض المبلغ ده كاقصى حاجه مش هيعلي عن كده، الاونر للاسف رفض. الاونر بلغ الايجنت كل ده واحنا واقفين يعني ان هو لا عايز رقم معين. جه الايجنت كده خدني على جنب قال لي انت اخر واحد عملت عرض، فالاونر عايز الرقم ده، هل هتقدر تدفعه ولا لا؟ قلت له لا، انا ده اخر عرض انا قدمته، مش هقدر ان انا اعلي عن كده، لو هو مش عاجبه خلاص السلام عليكم وعليكم السلام، انا هضطر ان انا امشي وخلاص. لو الكابل التاني دوت حب ان هو يعلي عليا وياخد البيت خلاص مبروك ليهم يعني. قلت له ده اخري، المبلغ ده انا مش هقدر ادفع اكتر منه، انا اصلا عليت عن البادجت اللي انا كنت حاططها عشان البيت فعلا عاجبني. وقلت لهم شكرا لكم يا جماعه، جود لاك، وخدت بعضي ومشيت وروحت. والمزاد انتهى ان البيت ده لسه ما اتباعش لان احنا ما وصلناش للرقم اللي بيسموه هنا الريزيرفد برايس اللي الاونر عايزه، لان انا على الاخري ما وصلتش للرقم ده، فالمزاد انتهى والبيت كان لسه ما اتباعش. المزاد خلص الساعه 1، الساعه 6 لقيت الايجنت بيكلمني ان الاونر صاحب البيت بعد عناء وافق ان هو ينزل بالمبلغ ده شويه، بس اللي هو انت يا ادم كمان لازم تعلي المبلغ شويه، اللي هو يعني بيحاول احنا الاثنين نتقابل في النص، يعني هو نزل المبلغ ده شويه فانت علي برضو المبلغ ده شويه بحيث نتقابل في النص ونمشي البيع. الصراحه انا كنت عارف ان بعد ده كله يعني وبعد المزاد وكل حاجه انا لسه واخد البيت ده بسعر لقطه اقل كمان من السعر اللي هو المفروض يتباع بيه. انا كنت عامل الريسيرش بتاعي وعارف المنطقه وعارف البيت وعارف كل حاجه وعارف المفروض هو يتباع بكام، وانا عارف ان هو مش في ميزانيتي، ورحت والحمد لله ما فيش حد زود للرقم اللي هو المفروض يتباع بيه. فانا كنت صاحب اخر عرض وعارف ان انا لو حتى خدته بالعرض اللي هو عايزه انا هبقى ستيل كسبان فيه وهبقى خدته بعرض كويس، بس انا حاولت على قد ما اقدر ما اعليش قوي عشان ما اتبهدلش ال 30 سنه اللي جايين في المورجج اللي انا هدفعه. فوافقت ان انا ازود على اللي انا كنت حاطه دوت 5000 كمان عن اخر مبلغ انا كنت عارضه في المزاد، وقلت له ما تكلمنيش تطلب مني اي زياده تاني، لو هتكلمني اما تكلمني وتقول لي مبروك تعالى نمضي العقود، او تكلمني وتقول لي خلاص لا الاونر مش رافض او رافض العرض بتاعك ده احنا اسفين، لكن انا مش هزود اي مليم تاني. وبعد 5 دقايق كلمني وقال لي مبروك تعالى علشان نمضي العقود ونحتفل. Hey. Welcome, sir. Thank you. Is this a if I record this? Good. Thank you so much. Congratulations. Oh my. Just got a camera as well. Settlement is in 45 days. The rest everything is safe. Is this Come on, smile, Adam. لما نيجي نعز. Yeah. So one of the partner was Huh? not very happy with 45 days. Okay, okay. But I said, هي شغالة؟ شغال.
Take this one. And then one for each. Thank you. Once again, thank you. Let's have a photo there. You want to take a picture of all of us first? Yeah. But just a minute. Yeah. اساسك ايه؟ اساسي انا طايره في الجو. على قد ما الموضوع متعب على قد ما هو حلو قوي الصراحه يعني. انا خدت المفاتيح من الايجنت. البيت مختلف تماما من غير عفش. كان المفروض في سرير هنا كده، طبعا هم شالوا كل حاجة. الموضوع فعلا خلاص. انا بس بشيك اذا كانت الكهرباء شغاله ولا لا، لان انا المفروض ظبطت ان الكهرباء والميه يشتغلوا من النهارده. يا فضى البيت فضى، لسه ما فيش اي عفش جه. انا لسه زمايلي هيساعدوني بكره في ان انا انقل الصناديق، ويوم السبت الجاي ان شاء الله هبقى بقى مظبط الموفرز اللي هم الناس اللي هتيجي تساعدني ان انا انقل بقى العفش والثلاجه والغساله والسرير وكل حاجه. ياه انا لسه حتى الان مش مصدق. المفروض ان في جراج، بس الجراج هو ممكن يتعمل جراج وممكن يتعمل مكتب. فانا دلوقتي ده المفترض هيبقى الجراج وفي نفس الوقت مكتب يعني، بس انا هستخدمه كمكتب وهبقى اركن العربيه بره بقى. كل الكهرباء شغاله. لسه مش مستوعب اصلا. في 2018 هاجرنا هنا 6 شهور بدور على شغل. اشتغلت تقريبا كل حاجة، اشتغلت في مخازن واشتغلت بياع واشتغلت بنظف، وبعد كده اشتغلت في مجالي وخسرت شغلي، وبعد كده اشتغلت كول سنتر، وبعد كده اشتغلت تاني في مجالي، وبعد كده جالي شغل في مكان أحسن فنقلت من سيدني لملبورن، وبعد كده اشتغلت في شركة وسبتها، وبعد كده دلوقتي اشتغلت في تيلسترا بقالي 3 سنين. بأجر تقريبا، أجرت مثلا 13 مكان، شقق واستوديوهات وبيوت. بس بعد 7 سنين هنا في استراليا جبت الحمد لله يعني جبت أول بيت هنا. لسه أنا حتى الآن لسه أصلا مش مصدق.